عمري ما قارنت ما بين مصر والامارات. واي حد يطلع يتغرب عن بلده يروح دولة أوروبية ولا أي دولة ويعيب في بلده يبقى بيعيب في نفسه. أنا بالنسبة لي مصر والإمارات عينين في راس واحدة، عينين في راس واحدة يا جماعة. دي دولتي الأولى ودي دولتي التانية اللي باكل منها عيش وعايش فيها ومبسوط فيها. بس أنا النهاردة لو أنا النهاردة في إيجابية موجودة في الإمارات ونفسي تكون موجودة في مصر، والإيجابية ديت مش في الحكومة ولا في أي حاجة، الإيجابية دي في الشعب. يعني مثلا على سبيل المثال وانت بتعدي الطريق في الامارات، لو مين معدي في الطريق بيقف يعديك لحد ما تعدي، يسيبك تعدي على مهلك لو جاي على سرعه 140. ونفسي الموضوع ده يكون في مصر. ليه لا؟ ليه ما نطورش من نفسنا؟ زي احنا من دلوقتي من 5 6 سنين ولا 10 سنين فاتوا كان الامن عندنا ازاي في مصر، ودلوقتي الطرق والكباري والرئيس الفرنسي في اسكندريه بيجري عادي. فكل ده يا جماعه ده تطور مصر وصلت له. مصر دلوقتي يا جماعه، الناس يا جماعه صحابنا الخليجيين اللي كانوا ما خايفين ينزلوا مصر يقول لك مصر مش عارفه، لا دلوقتي يا جماعه احنا اتطورنا. دلوقتي بقى عندنا كاميرات وعندنا نظام وعندنا وزاره الداخليه ما شاء الله مش سايبه كل حاجه. بس انا النهارده لو في ايجابيه بقولها، يوسف انت بتقارن ما بين مصر والامارات، انت ليه بتطلع مصر مش عارفه؟ لا خالص، مصر بلد الاول والامارات بلد الثاني، والاثنين بفتخر بيهم. ومصر بحضارتها بجيشها بشعبها بتاريخنا مش محتاجين ان احنا حد يتكلم عننا في اي حاجه ولا يقلل مننا في اي حاجه. والامارات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على التطور اللي وصلت له والحياه اللي احنا عايشينها، بنحمد ربنا عليها. فبلاش يا جماعه تطلعوا اشاعات عليا ان انا بقارن ما بين مصر والامارات، لان الاتنين بالنسبه لي عينين في راس واحده. السلام عليكم.